عافية شالت في قبة السوق فتازة، خسائر مادية كبيرة وإصابة رجل إطفاء. شعلات العافية اليوم السبت في وحد العداد ديال الحواند في السوق التاريخي المعروف بقبة السوق في مدينة تازة. وخلف هذا الحادث إصابة واحد من رجال الوقاية المدنية بجروح خفيفة ملي كان كيحاول يطفي النار، وتم نقله للسبيطار باش يتلقى العلاجات الضرورية. وعلى حساب مصادر محلية، الحريق ضرب تقريباً 25 محل تجاري سواء تحرقوا كلياً أو جزئياً. هذه الحواند كانوا مخصصين للخياطة التقليدية وبيع الحوايج الجاهزة والحلويات، وهذا شيء تسبب في تفحم السلعة اللي كانت فيها وضاعت كاملة. ونفس المصادر وضحت بل عناصر الوقاية المدنية حضرات بالسرعة باش تسيطر على الوضع، ولكن بسبب السقوفة والبيبان ديال الخشب في الحواند المتضررة وطبيعة السلعة اللي دغياك تشعل فيها العافية، ألسنة النار انتشرت بوتيرة سريعة بزاف. من جهتها فتحت المصالح الأمنية ديال مدينة تازة بأمر من النيابة العامة المختصة تحقيق باش تعرف ظروف وملابسات هذا الحريق اللي ما زال الأسباب دياله مجهولة. وللإشارة، سوق قبة السوق كي يتعتبر من المعالم المهمة اللي عندها قيمة تاريخية وثقافية في المدينة القديمة لتازة، وكان هذا المرفق التجاري خضع في وقت سابق لعملية إصلاح وترميم باش يحافظ على الطابع الأصيل دياله.